ما هي البلد بايظه، كله هيتحكم ان شاء الله. انا وعدكم وعد شرف وحياتي، والله والله لا كله هيتحكم، مش انا لوحدي. اوعوا تفكروا يا اشكال وسخه ان انا لوحدي، انا مش لوحدي يا اشكال وسخه، والله انا ما لوحدي. ده في احسن مني وطنيه واحسن. شوف انا بتكلم بحميه ازاي وبزعل، وفي احسن مني بمليون مره، بمليون مره موجود. والله مستنيكم، بس اصبروا، هتيجي اللحظه ان شاء الله اللي هنطهر مصر منها منكم. يا اوباش يا غجر يا غجر، وصل بينا الحال في مصر زي ما قلت. اللي الادويه الناس بتروح تقف بالطوابير وبتقف يغمى عليها، الناس الكبيره، ومش لاقيين يجيبوا مش لاقيين يجيبوا الانسولين. ان شاء الله الداخليه النظيفه، الداخليه النظيفه مع الشعب مع الجيش الوطني ايد واحده. اما الداخليه الوسخه بالجزم على دماغهم، الداخليه الحراميه بالبلغ على دماغهم. ان شاء الله مصيرهم الرفض من الشغل، من خدمتهم ومحاسبتهم والبحث في ذمتهم الماليه. ده وعد الشرف مني، دي شغلتي، ما تقلقش. اما الناس النظيفه هم فعلا، خلي بالكم يا جماعه، الناس النظيفه، الناس النظيفه في الداخليه مع الشعب مع الجيش ايد واحده. النضاف بتوع الداخليه مع الشعب مع الجيش ايد واحده، ضد كل فاسد وضد كل حرامي وضد كل متسول. زي الواد الحرامي بتاع 4500 جنيه حديد، رجع ال 4500 جنيه حديد ورجع التليفونين. هيقفوا عليك بكتير، هم وقفوا عليك بكتير، رجعتهم بقى الوقت ما رجعتهمش خلاص، هي المهله انتهت. والله لن نتركك باذن الله، بالقانون وبالدستور. ان شاء الله مصيرك الفصل باذن الله، ان شاء الله. ربنا يا ابني يكتبها لك على ايدي باذن الله، عشان تكون عبره يا ملفقات يا مزور لكل حرامي باذن الله. وان شاء الله رب العالمين كل حرامي ومزور هنمسكه وهنعرفه، وملفقاته وبيسرق لازم الدنيا كلها تعرفه عشان يتحاسب ويحاكم ان شاء الله، ويتحاسب بالقانون وبالدستور، ثم يرفض من جهه عمله باذن الله.